أهم 3 دقايق في حياتك، خليك معايا بعد إذنك. الناس اللي لسه عندها مشكلة في النطق وإزاي ما بتعرفش تقرأ، أقسم بالله النهاردة في اللحظة دي هتقرأ إنجليزي. قبل ما نبدأ كده الفيديو، صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت كده تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة، ده بعد إذنكم. يلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله. بصوا يا جماعة، هقول كلمتين حطهم حلقة في ودانك. أولا الإنجليش عشان تبقى متمكن فيه وتقدر إن أنت تواصل وتقدر تتحسن، لازم الريدنج عندك القراءة تكون كويسة. طب يا عم بالراحة كده، 3 دقايق مش أكتر. لو أنت ميح ما بتعرفش تنطق إنجليزي، إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هتنطق إنجليزي دلوقتي. ركز معايا وخد الكلمتين دول، اربط قراية الإنجليش بالعربي. لو أنت عملت عملية ربط الإنجليزي، حروف اللي هي عندك في اللغة الإنجليزية اللي هي الألفابيتيكال ليترز، اللي هي الحروف الأبجدية، الاي والبي والكلام ده كله، اربطها كده معايا في ثواني كده. هتلاقي الحروف في الانجليزي زيها زي في العربي بالظبط. الاي زي الالف المد، البي ابص زي الب، الاف ف، صح نفس الصوت، الام ميم، الان نون. طبعا بعض الحروف في اللغه الانجليزيه طبعا ما بتتنطقش بنفس الشكل بتاع، يعني اتش ما باجيش اقول اتش، ما بنطقوش، بنطقه ه. الدبليو بنطقه واو. سبحان الله، تحس ان هي الحروف هنا. ركز معايا النهارده، بديك طريقه سهله قوي، حاجه اسمها الفاميلي ليترز، يعني تجميع حرفين مع بعض ليهم نطق معين وتجمع الكلمه. اسمع معايا وسيب اي حاجه في ايديك كده وركز معايا. اولا الاي مع الدي بقول اد اهو، الاي زي الالف المد والدي زي الدال، صح. طيب حطينا عليها بي تبقى ايه؟ احنا قلنا في الاول اد المقطع باد، تمام. ساد الاتش احنا اتفقنا بينطق اهي هاد، كلام زي الفل. الاي مع التي ات، تحس ان هي الف مفتوحه مع الت. طيب حطينا لها حرف الايه البي، تبقى ايه؟ بات. يبقى البي ما بنطقوش بي، بنطقه ب. طيب بص كده، الاس زي السين بالظبط نفس الصوت، سات. شلنا الاس، حطينا حرف الام بقت مات. وبالمناسبه مات يعني حصيره. طيب الاي والار بنطقها ار مفخمه. لما احط لها التي في الاخر تبقى ايه؟ احنا قلنا المقطع ده اسمه ايه؟ ار، تبقى الكلمه على بعضها تمام ارت. وتحاول يعني ان انت تشتهج او تستهج معايا الكلمه. طيب حطينا اف والمقطع بتاعنا ار، تبقى الكلمه ايه؟ تمام فار. نفس الكلمة حطينا لها ام واتفقنا ان الام بينطق زي الميم، تبقى الكلمة ايه؟ فارم. اس ام، وادي المقطع بتاعنا سمارت اللي هي ذكي، تمام. نيجي بقى حرف الاي والدي بكسر شوية، اد حطينا لها بي بد. شلنا البي حطينا اف فد. شلنا الاف حطينا ال، والال زي في العربي بالظبط زي اللام، ابص لد، تمام. الاي والتي ات حطينا لها بي بت. شلنا البي حطينا الام تبقى ايه؟ مت، تمام. شلنا الام حطينا ان تبقى ايه؟ والان زي النون تبقى نت. لما يكون في دبل اي والاي والاي بكسرها شويه اي. بص كده حطينا لها اف ودي في الاخر، الدي عامل زي يا ولاد يا شباب في العربي زي الدال بالظبط، تبقى الكلمه ايه؟ فيد. شفت المقطع ده؟ حطينا بيه بيد. طيب الام زي الميم واخرها تي، وادي المقطع بتاعنا تبقى ميت، تمام. نفس القصه مع الاي والاي، نفس الصوت اهي. الكلمه دي تنطق ميت بيت، تمام. طب الاتش احنا اتفقنا ان الاتش بينطق اهي، صح. تبقى الكلمه ايه؟ هيت. وهيت هنا يعني حراره او بمعنى يسخن. طبعا انا يهمني دلوقتي الريدنج القراءه، لما تقرا وكل مره هناخد قواعد نطق هتساعدك. تابع معايا السلسله دي، ويا رب يا رب تكون استفدت، حتى لو انت تحت الصفر في الانجليزي. رجاء اشتراك في القناه
ودعمنا بلايك، ويا ريت تشير الفيديو عشان كله يستفيد. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كنتم مع مستر رمضان مهران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.